بيبدأ فيلمنا مع مجموعة من الأشخاص واللي بتكون البطلة بتاعتنا اسمها صوفيا، وبعدها بتيجي بنت شابة بتعرفها إن في إشارة لأسماك القرش تحتهم، وبنعرف إن هدف المجموعة دي الأبحاث عن سمك القرش بأنواعه. فبيجهزوا المجموعة عشان يغطسوا في البحر، وبعد ما بينزلوا بيبدأ يتجمع حواليهم مجموعة من أسماك القرش، وبيشوفوا سمكة نادرة جدا اسمها المراقب السابع. وفي وقت ما بيقرب لها كريس ويجرحها بتبدأ تهجم عليهم وبتبدأ تقطع فيهم، فبتنزل صوفيا بسرعة عشان تلحق أي حد فيهم، والسمكة بتهجم عليها هي كمان وبتسحبها للقاع، ولكن لحسن حظها تعرف تهرب منها وبتعيش. وبعد 3 سنين من الحادثة اللي حصلت دي بنشوف صوفيا واللي بتكون شغالة في مكان زي المحمية كده، وبتشرح للأطفال عن المحيطات والأسماك، وبيسألها طفل عن إن أصحابها ماتوا في هجوم قرش قبل كده. فبتتضايق صوفيا وبتزعل وبتمشي من المكان، وبتجيلها بنت كانت في الحصة بتاعتها بتنادي عليها، وبنعرف إن البنت دي اسمها ميكا، وبتعرفها إنها عارفة مكان المراقب السابع اللي هي سمكة القرش اللي موتت صحابها. وبتاخدها ميكا على منظمة اسمها ألف باء عين، واللي بتكون شغالة على حماية المحيطات. ووصلوا عند بنت اسمها بن دي اللي بتكون بتبحث عن مواقع القروش بالكمبيوتر، وبتبدأ بن تحدد لهم مكان المراقب السابع واللي بيكون وصل باريس وبيتجول فيه. وبتروح صوفيا بيتها، وهنا بتقعد تفتح اللاب بتاعها وبتتفرج على أصحابها وبتعيط. وبعدها بتبدأ تبحث عن مكان القرش وبتلاقيه في باريس فعلا، ويبان عليها التوتر. فبتتصل بميكا ولكن مش بترد عليه، فبتسيب لها صوفيا رسالة. وبعدها بنشوف بن وميكا وهم رايحين مكان سمكة القرش، وبتغطس ميكا في النهر، وفي نفس الوقت بتكون الشرطة البحرية اللي بتمنع الناس من الغطس وصلوا. فبتهرب منه وبتسيب صاحبته، وبعدها بتطلع ميكا من النهر والشرطة بتاخدها عشان تحقق معاه، وبيقعد معاها ضابط اسمه عادل عشان يحقق معاها، وبيسألها هي كانت نازلة النهر ليه. فقالت له إن في سمكة قرش في النهر، وبتدخل عليهم واحدة من الشرطة بتعرف عادل إن في حادثة حصلت. وفي نفس الوقت بتكون صوفيا بتتابع تحركات القرش، وبيوصل عادل وميكا لمكان الحادث، وبيتصل على صوفيا عشان تيجي مكان الحادثة اللي حصل. وبنشوف إن في راجل متاكل ونصه بس اللي باقي، فبتعرف صوفيا عادل إن اللي عمل كده سمكة قرش، وهو برضه مش مقتنع بالكلام ده. فبيروح للمديرة بتاعته، وهناك هي كمان مش بتبقى مصدقة، بتقول لهم إن يمكن مروحة مركب هي اللي اسمته كده. فبترد عليها ميكا وبتأكد لها إنها سمكة قرش وإن هما بيتعقبوها أساسا. فبياخد عادل الطاقم بتاعه وبيجهزوا نفسهم عشان ينزلوا النهر يكتشف، وبتكون معاهم صوفيا عشان تساعدهم في موقع السمك. وبنشوف ميكا وهي رايحة وراهم عشان عادل مرضاش ياخدها معاه. وفي نفس الوقت بنروح للطاقم اللي غطس في النهر، وبيشوفوا في خلال نزولهم سمكة ميتة ومتاكل منها حته، وبتيجي سمكة القرش تلف حواليهم، فبيخافوا وبيشدوا الحبل عشان عادل يشدهم. وفي نفس الوقت ميكا بترن على صاحبتها بنو وبتقول لها تقطع الإشارة عن صوفيا، وده معرفش ليه. وبنرجع لعادل اللي بيشد أصحابه بالحبل يطلعهم، وبيسألهم عن إيه اللي حصل، فبيقولوا له إن هم شافوا حاجة ضخمة تحت. فبيرجع يلوم صوفيا وبيقول لها أنت اللي قصدك تقطع الإشارة عشان تحط فريق في الخطر. فبتقول له إنها ما تعرفش إيه السبب وإنها ملهاش ذنب، وبتسيبه وبتمشي. وهي ماشية بتشوف ميكا، فبتروح لميكا وبن، وهناك صوفيا بتلوم ميكا على اللي عملته. فبتقول لها ميكا المفروض ما تكونوش هناك وإنها غلطتك الوحيد. فبتسيبها صوفيا وبتمشي زعلانة منها. وفي مشهد تاني بنشوف عادل وهو قاعد مع نفسه وبيعمل بحث عن صوفيا، وبيعرف إنها كانت باحثة قديم، وعرف قصة فريقها اللي مات وجوزها اللي كان من ضمن الفريق ده. وبننتقل لميكا اللي بتبقى مسجلة فيديو وبتنشره عن أسماك القرش، وبتحكي إن لازم الجيل بتاعها ده يتعاونوا وينقذوا أسماك القرش عشان يعملوا توازن بيئي، وإن كل سنة بيتقتل أكتر من 100 مليون سمكة قرش. وبتدعي الشباب والناس إنهم يتعاونوا معاها عشان ينقذوا السمكة اللي موجودة في باريس ويخرجوها. وبعدها بنشوف عادل وهو رايح لصوفيا عشان يعتذر لها عن آخر موقف حصل، وبيطلب منها تنضم لفريقه تاني. وبيروحوا عند عمدة المدينة وبيعرفوها باللي حصل، وإنهم لازم يتصرفوا ويقضوا على السمكة دي في أسرع وقت. بس هي بتتجاهل كلامهم وبتقول لهم إن هيكون في حدث كبير في المدينة وهيكون موجود فيه أكتر من 1000 صحفي من أنحاء العالم، وإن الحكومة مكلفة مبلغ ب1,700,000,000 عشان الإيفنت ده، فبالتالي مش هتعرف تلغيه. ولكن بتقولهم اتصرفوا بدون شوشرة بأسرع وقت. بتبدأ صوفيا وعادل والفريق يجهزوا عشان يقضوا على السمكة دي، وبتدخل عليهم فجأة بن، واللي بتكون جاي عشان تعرفهم بإن ميكا جمعت الناس ووصلت عند مكان اسمه سراديب الموت، واللي بيكون مقر سمكة القرش اللي بتبقى موجودة فيه دايما. فبتبدأ صوفيا وعادل يتحركوا في أسرع وقت ناحية المكان ده، وبنشوف بن وميكا هناك وهم قاعدين. وبتقول بن لميكا انت متأكدة من اللي هتعمليه؟ فميكا بتصر على اللي في دماغها وبتنزل المية. وفي اللحظة دي بيكون وصل عادل والفريق المكان، وبيطلبوا من الناس انهم يبعدوا ويخرجوا من المكان ده عشان خطر عليهم، بس محدش بيهتم بكلامهم، بيبقوا ماسكين التليفونات وبيصوروا. وفي نفس الوقت سمكة القرش بتوصل، والمفاجأة هنا انها مش واحدة، دول 2، السمكة الكبيرة وبنتها بيلفوا حوالين ميكا. وبتيجي السمكة الصغيرة تقرب من ميكا، وميكا بتلمسها، وصوفيا بتنادي عليها وبتحذرها انها ما تلمسهاش عشان امها تحس بالخطر والتهديد وهتهجم عليهم. بس
ميكا برضه مش بتسمع كلام، فبيضطر عادل إنه يتدخل وينزل عشان يطلع ميكا، لكن في نفس اللحظة بتهجم سمكة القرش على ميكا وبتاكلها، وبيحصل حالة هلع في المكان كله والناس بتقع في المية ومن ضمنهم بين. بيضطر عسكري من الفريق اسمه ليو يتدخل عشان ينقذ بين، بس ما بيلحقش وبيتاكل هو كمان. بنشوف بقى اللي رجلهم اتاكلت واللي ايدهم اتاكلت والدنيا كلها بايظة. وبينقلنا المشهد في المستشفى وصوفيا وعادل قاعدين مع بعض، وصوفيا بتعيط وتقول له انها السبب كان لازم تحميه، فبيقول لها عادل انها ملهاش ذنب في اللي حصل، وبتدخل عليهم صديقته وبتناديله. وبنرجع للمكان اللي حصل فيه الحادثة، وهناك بنكتشف ان السمكة الصغيرة مات، فبياخدوها عشان يحللوها. وبتكتشف صوفيا ان السمكة دي نوع ناد لسه اول مرة يظهر، لانها بتتكاثر لوحدها من غير ذكر، وده هيشكل خطر كبير على الناس، فلازم يخلصوا منها في اسرع وقت. وبنرجع لعمدة البلد واللي بيكون موجود معاها راجل مهم من الحكومة، وبيلوم عادل انه ما كانش قد المهم وكان لازم يكلم القيادات الاعلى منه. فبتتدخل صوفيا في الكلام، فبتطردها العمدة من المكتب بتاعها. وبينقلنا المشهد لعادل وصوفيا وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض، وبعرفها عادل ان الموضوع دلوقتي بقى في ايد الجيش وان هم حاليا ملهمش دعوه بيه. فبتقنع صوفيا بانهم لازم يساعد، فبيوافق وبيروح يتفق مع فريقه ويعرفهم ان ده عمل تطوعي مش رسمي، اللي عايز يوافق يوافق واللي مش عايز ما يوافقش. فكلهم بيوافقوا وبيبقوا معاه لاجل صديقهم اللي مات ليو. بيبداوا يجهزوا للمعركه الاخيره، وبنشوف صوفيا وعادل هما بينزلوا المي، وفي نفس الوقت الحدث بيكون خلاص شغال والجيش اتدخل وحامي المكان كله. وبنشوف عمده المدينه والمذيعه بتسالها عن اشاعات ان في قرش موجود في النهر، فبتقول لهم انها نظفت النهر كويس ومفيش اي حاجه فيه. وبنشوف صوفيا وعادل هما بيشوفوا كميه كبيره من اسماك القرش بتتحرك تجاه الحدث، وفي نفس الوقت بيبقى في سباحين نازلين يعملوا شو في النهر. وبنرجع لصوفيا وعادل واتنين من الفريق وهما بيزرعوا قنابل تحت الميه، وبيهجم على الاتنين اللي معاهم القروش وبتاكلهم، فبيضطروا يفرقعوا القنابل تحت وبيطلعوا بعجوب. بيوصلوا لباقي الفريق اللي ما عادش منهم غير اتنين. تيجي السمكه الكبيره تقلب المركب بتاعهم وتوقعها، وبتاكل الاتنين اللي لسه باقيين. وبتتجه سمكه القرش الكبيره للسباحين وبتبدا تاكل فيهم كلهم، وبتتحول الميه كلها لدم حرفيا. فبيتدخل الجيش وبيضربوا نار على سمكه القرش، وبيجي واحد من الجيش ياخد صوفيا وعاد. وفي نفس الوقت بتكون السمكه خايفه وبتهرب، وفي اثناء هروبها في قنابل تحت الميه غير نشطه فبتنشطها، وبيبدا يحصل انفجارات كتير والسد بينهار وبيحصل فيضان كبير والمدينة كلها بتغرق. لكن بنشوف في النهاية صوفيا وعادل بيقولها الأزمة انتهت، مردتش عليه. والمشاهد بتاخدنا للمدينة وهي غرقانة وأسماك القرش ملتها خلاص. وبيخلص فيلمنا هنا. لو عجبكم الفيلم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نفضل مكملين مع بعض، واشوفكم في ملخص جديد. سلام.